خلي بالك، المعنى الأكبر لعلاقة صحية وحلوة إن أنت تتقبل الطرف الآخر زي ما هو، بعيوبه بمميزاته. مفيش حد فينا عشرته سهلة 100%، ولا في حد فينا مفيهوش عيوب، بس في ناس بنحبهم فبنقبل عيوبهم زي ما هي، وبتكون بالنسبة لنا مميزات لدرجة إن احنا بنقدر نتعايش معاها. والحقيقة إن احنا مهما دورنا مش هنلاقي أبدا ناس كاملين 100%. دايما هنلاقي في اللي قدامنا صفات صعبة، ودايما اللي قدامنا هيلاقي فينا احنا لخبطة وصعوبة. لا احنا عشرتنا سهلة ولا اللي قدامنا عشرته سهلة، بس في ناس قلوبنا شايلة ليهم حب فبنقبل عيوبهم وبنحبهم، وحتى عيوبهم بالنسبة لنا شايفينها مميزات. ده بيفتت الصعوبات اللي بتحصل ما بيننا، وده بيخلي الحياة أسهل وأجمل. الحب بيخلينا نقدر نسامح ونعدي والمركب تمشي. بنحب العشرة وبنحب اللي قدامنا مهما حصل. الحنية والحب ده اللي بيدوب الخلاف مهما كان، والحب هو ده اللي بيخليك تشوف اللي قدامك مفيش منه اتنين، وبتخلي عشرته زي العسل على قلبك. ولازم هنا نفهم طبيعة شخصية الراجل وطبيعة شخصية الست. على سبيل المثال، في وقت الخلاف الست طبيعتها لما بتكون مضغوطة انها بتتكلم كتير، وبتتكلم في مواضيع كتير جدا كلها ملهاش علاقة ببعض. هي في اللحظة دي كل اللي محتاجاه في حياتها هو ودن بس تسمع. فبتبدأ تتكلم مع الراجل كلام كتير جدا غير مترابط، ممكن تتنقل من حاجة لحاجة لحاجة لحاجة، من مشاكل جارتها إلى مشاكل مع أسرتها، لمشاكل الولاد، للمصاريف، وانت مش فاهم هي عايزة ايه. طيب هي ما عندهاش هدف، هي بتطلع طاقة التوتر بتاعتها من خلال الكلام. أما الراجل بيطلع طاقة التوتر بتاعته من خلال الانعزال. بطبيعته لما بيحس بالضغط بينعزل، بياخد جنب من الدنيا كلها، بيقعد ساكت لوحده ويقعد يفكر ويشوف حل للمشكلة بتاعته. الست ممكن تفهم الانعزال ده غلط، ان هو منعزل علشان يعمل حاجة تضايقها، ممكن يكون بيخونها، ممكن يكون بيتكلم مع حد، ممكن يكون متضايق منها. الحقيقة ان هو بس محتاج وقت علشان يقعد لوحده شوية. والراجل بيفهم كلام الست الكتير غلط، ان هي محتاجة تتكلم في اي هري، وبالنسبة له وقت فاضي. لازم نفهم ان الست محتاجة اللي يسمعها، وان الراجل محتاج وقت للانعزال. جون جراي كاتب كتاب اسمه الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، عمل تشبيه حلو جدا، كأن الست والراجل مربوطين بأستك مع بعض. الراجل لما يحب ينعزل بيبعد، فالأستك بيتمط، ولما يوصل لأقصى درجات المط خلاص ما ينفعش يتمط أكتر من كده، بيرتد بسرعة لمراته، للأنثى بتاعته، لحبيبته. فلو هي بدأت تجري وراه وتلاحقه في الوقت اللي هو بيحاول ينعزل فيه، الرباط المطاطي اللي ما بينهم مش هيتمط، فبالتالي عمره ما هيرجع لحبيبته. لازم نديله الفرصة ان هو يبعد، ياخد مساحته مع نفسه، يفكر. النصيحة افهم انها محتاجة انها تتكلم وانك تسمعها، والنصيحة ليكي افهمي انه احيانا بيحب يقضي وقت لوحده. الحب انك تفهم الطرف الاخر وتفهم احتياجاته وتطبطب على قلبه وتحتويه وتكون حنين عليه. في عبارة حلوة جدا بتقول: لا تعشقني بعينيك، ربما وجدت من هو أجمل مني، ولكن اعشقني بقلبك، فالقلوب لا تتشابه أبدا، ولو أحبك قلبه لما وجد أجمل منك في عينيه. يبقى أنت هنا لازم تعرفي كويس قوي إن الراجل لما بيحب بالقلب مش بالعين. لما يحبك هيشوفك أجمل بنات الدنيا وأجمل نساء الكون، وهتكوني في عيونه أحلى من الحور العين. وانت كمان لازم تفهمي كويس قوي إنه لما ينعزل مش معنى كده إنه بيكرهك. شوفي، يقال إن في جزء كده في دماغ الراجل اسمه nothing box. nothing box معناه الولا حاجة، صندوق الولا حاجة. كأن عقل الراجل مجرد صناديق، في صندوق منهم اسمه ولا حاجة. فجأة تلاقي الراجل قاعد ساكت سرحان لوحده فيه الولا حاجة. لما تلاقيه قاعد في الولا حاجة ما تقعديش تشغلي بالك، بلاش بقى تقعدي تسأليه مالك في ايه، قول لي، احكي لي، انت زعلان مني، طب قول لي بس، طب ايه اللي حصل، طب فهمني، طب في حاجة في الشغل. ما تقعديش تزن كتير، ما تقعديش تزن كل شوية. هو ملوش، هو ربنا خلقه كده. لو فهمنا المعاني دي كويس هنفهم ازاي ممكن نحب. اتمنى تكون استفدت بالفيديو، لو عجبك يا ريت تشيره. شكرا.